حكاية عهد الأصدقاء. يلا بينا يا حلوين نشوف ايه هي الحكاية. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام يا ماما نونا. كان فيه 2 أصحاب، كان كل واحد فيهم بيحب التاني جدا جدا. مين هما ال2 الأصحاب؟ خالد وحمزة. خالد وحمزة يا حبايبي ما كانوش أصحاب بس، كانوا كمان جيران، وكمان عائلاتهم كانوا يعرفوا بعضيهم، وكمان كانوا في نفس المدرسة. وخالد وحمزة كانوا يا حبايبي هما الاتنين مفيش أي حاجة بيعملوها غير مع بعض. يعني كانوا بيصحوا من النوم هما الاتنين، وكانوا بيدخلوا الحمام ويغسلوا وشهم وإيديهم، وكمان بيتوضوا وبيصلوا. يعني هما الاتنين كانوا محافظين على الحاجات دي. ويا حبايبي خالد وحمزة كانوا شاطرين جدا في المدرسة، وكانوا بيحبوها كمان، ودايما كانوا بيطلعوا من الممتازين. وخالد وحمزة كانوا هما الاتنين بيوعدوا بعض على طول ان هما يكونوا دايما من المتفوقين في المدرسة. طيب تيجي نشوف خالد بيحب ايه وحمزة بيحب ايه. خالد يا حبايبي بيحب جدا يلعب الكورة، ونفسه كمان لما يكبر يبقى لعيب كورة. ودايما حمزة يقوله لا يا خالد، خليك العب كورة عادي جدا، بس لما تكبر المفروض تبقى تخش كلية هندسة أو طب أو تبقى معلم أو أي حاجة تانية جنب لعب الكورة. والله أعلم. هنشوف بقى يا ترى خالد هيسمع كلام حمزة ويقتنع بكلامه ولا لأ. طب تيجي نشوف يا حبايبي حمزة بيحب ايه. حمزة يا حبايبي بيحب جدا قراءة القصص، أي قصة بيلاقيها بيروح قارئها على طول، وبيحب يتفرج كمان على الصور بتاعة الحيوانات اللي موجودة في القصص، وهو بيتمنى لما يكبر يبقى مهندس. حمزة وخالد يا حبايبي كانوا كمان مواظبين على حفظ القرآن، وكانت مامتهم دايما وباباهم يشجعوهم، ولما كانوا بيخلصوا جزء من القرآن كانوا بيجيبوا لهم هدايا. طيب في يوم من الأيام يا حبايبي مامة حمزة قالت له يا حمزة، في خبر هيزعلك يا حبيبي، بس انت لازم تبقى قوي ولازم ترضى بيه. قال لها ايه هو يا ماما؟ انتي خضتيني في ايه؟ ماما قالت له ما تتخضش يا حبيبي، بابا بس جاله شغل برا البلد، والشغل ده هيقعد 2 سنين واحنا هنروح معاه. راح حمزة زعل جدا وحزن، وقال لها لا يا ماما، انا مش عايز اسيب اصحابي، ولا عايز اسيب خالد، ولا عايز اسيب مدرستي. لا يا ماما بالله عليكي احنا مش عايزين نمشي، خلي بابا يروح لوحده. ماما قالت له ازاي يعني بابا يروح لوحده؟ عايزه يمشي ويسيبنا يا حبيبي كده يعني؟ راح قال لها مش قصدي يا ماما، بس انا مش عايز امشي من هنا، انا لسه هتعرف على اصحاب جديدة، ولسه هشوف مدرسين جداد ومكان جديد. راحت قالت له المكان اللي احنا هنروحه ان شاء الله هتتعرف على اصدقاء جديدة. قالها لا لا لا، انا عمري ما هلاقي حد زي خالد صاحبي، خالد حبيبي، احنا متربيين مع بعض وبنروح دروسنا ومدرستنا مع بعض كمان، وبنحفظ القرآن، مين هيشجعني على حفظ القرآن يا ماما؟ قالت له ان شاء الله يا حبيبي كلها 2 سنين وهنرجع، الايام هتجري بسرعة صدقني. زعل جدا وحزن. تاني يوم يا حبايبي عدى خالد على حمزة زي كل مرة، لا حزين جدا. قال له انت مالك يا حمزة زعلان كده ليه؟ قال له انا للأسف يا خالد هسافر. قال له يعني ايه هتسافر؟ قال له هسافر اقعد 2 سنين وهرجع تاني. قال له لا ازاي هتسيبني يعني؟
لأ، أنت حبيبي، أنت صديقي الوحيد. راح قال له: وأنت كمان، بس أنا لازم أسافر عشان شغل بابا. بس أنا هوعدك يا خالد إن إحنا كل يوم هنكلم بعض وهنسأل على بعض، وأنا هخلي ماما تاخد رقم مامتك وكل يوم نكلمه بعض. راح قال له: أنا زعلان جدا. لأ يا حمزة، ما تسيبنيش وتمشي. راح قال له: والله وأنا كمان زعلان جدا، لكن إن شاء الله الأيام هتجري بسرعة، ماما قالت كده. راح قال له: لأ، الأيام مش بتجري. راح قال له: لأ، بإذن الله الأيام هتجري بسرعة، وإحنا كل يوم هنكلم بعض. فعلا تاني يوم يا حبايبي سافر حمزة وعيلته يا حبايبي، وخالد حس بإن الأيام من غير حمزة وحشة خالص، ولكن لما كان كل يوم بيتصل عليه كان بيبقى فرحان جدا. وعدت فعلا الأيام يا حبايبي، ولكن حمزة عمل مفاجأة كبيرة جدا لخالد لما راح له البيت وخبط عليه وشافه، وراح أول ما شافه حضنه. ويا حبايبي يكون كده خالد وحمزة رجعوا تاني بعد غياب طويل. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. تصبحوا على خير يا حبايب ماما نونا. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك. مع السلامة.